كل سنة وحضراتكم طيبين. دخلنا في الأجازة والدنيا يفترض إن هي هتهدى بشأن قمة الأهلي والزمالك ال 130 اللي أنا مسميها القمة المنكوبة. إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية؟ هل اتحاد الكورة هيرجع في كلامه؟ لا. هل القرارات اللي خدها اتحاد الكورة ورابطة الأندية ستعدل؟ لا. هل هناك أي توجه إنه يحصل تغيير في مجمل العقوبات اللي صدرت ضد النادي الأهلي لانسحابه؟ لا. طيب، هل في إمكانية إن اتحاد الكورة ممكن بعد الاستئناف أو التظلمات أو الكلام ده كله موقفه يهتز لو النادي الأهلي راح للمحكمة الدولية؟ هل أيضا النادي الأهلي ناوي إن هو يكمل في سكة التصعيد دي؟ المهندس أبو ريدة لما اتكلم لموقع الاتحاد كان حديث مهم جدا جدا. أعتقد إنه هاني أبو ريدة فضل إن هو يعني يتكلم للموقع الرسمي للاتحاد عشان يضمن إن كلامه اللي عايز يوصله للرأي العام وللشارع يوصل بحذافيره. بتصور ان هو يعني ايه اتلسع، او اللي هو راجل يعني وقع في اكتر من مطب قبل كده، ان هو يتكلم ويتحرف كلماته، يطلع كلامه ناقص، يتشال جزء، يتحط حاجه، الضربوكه دي. فهو مهم جدا الكلام ان هو قاله، واعتقد دي سياسه صح واسلوب صح من هاني ومن اتحاد الكوره، انه فعلا تصريحاته تطلع كلها على الموقع الرسمي. دي هتقفل ابواب لغط كتير وجدل كتير وهرتله كتير. ويبقى بقى يعني بعض الامور، هو انه الموقف او الحاله اللي واقف عليها اتحاد الكوره فيما لو النادي الاهلي صعد الموضوع. بين السطور في الكلام اللي قاله المهندس هاني أبو ريدة لما اتسال عن القمه وعن بعض الاوضاع الخاصه باللوائح والكلام ده كله، قال كلام في منتهى الاهميه. قال انا بقالي سنين طويله في الاتحاد الدولي، سنين طويله في الاتحاد الافريقي، وخبرتي كبيره جدا في الاتحاد المصري. هل يعتقد ان انا ممكن واحنا بنحط اللوائح في الفيفا او في الكاف هنعمل لوائح او هنمشي على لوائح مختلفه في اتحاد الكره المصري؟ كل الامور التي تعلقت بالقمه الاخيره ال 130 تم تنفيذ اللوائح الخاصه بيها دون الخروج عنها. فانا بقول عايز يقول طب انتوا هتشتكي لمين وتصعد لمين؟ طب ما انت لو اشتكيت وصعدت فين؟ طب ما اللوائح هي فين؟ يعني الدنيا واضحه ما فيهاش جدل. وهنا يعني هرجع لكلام المهندس عبد القيعي، كلام كتير يعني في منتهى العقل، انه يعني هي يعني ايام مزوبعه كبيره جدا، لكن ما تمنعش النادي الاهلي ان هو يشارك في بطوله الدوري، لان بطوله الدوري لسه فيها ماتشات، 7 ماتشات، الاهلي لو كسبه بياخد البطوله. ده كلام المهندس عبد القيعي. وانه يعني اللي حصل ده لازم الاهلي يخرج منه باقل الخسائر. في اعتقادي انه فتره الايام العطله دي كلها يعني هتبقى فرصه يعني في ناس تتنفس، تاخد نفس عشان الناس تهدى وتبدا بعد الاجازه بشكل مختلف، بنموذج مختلف. اذا كان في بعض الخلافات في اصلاحات النادي الاهلي شايف ان هو هذه الاصلاحات لابد ان تتم، فاتحاد الكوره الحالي تقريبا من كتر ما توجهت له اتهامات انه اتحاد ضعيف واضعف من الانديه واضعف من الاهلي والزمالك، قرر الاتحاد ان هو اللي يسوق، وان هو يمشي بلوائحه اللي هي بتمشي على الكل، وانه مش هيفرق. واخر حاجه الحكام الاجانب، تبين ان لا الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا حد طلب حكام، وان الزيطه والزنبليطه دي كانت مجرد اقتراح من الرابطه ان هي تجيب 3 حكام او 3 تطقم لماتش الاهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز والاهلي والزمالك. اقتراح مش قانون يعني، ولا يحاسب ان الاقتراح ده طلع او لم ينفذ. ده الكلام اللي هو اذا طبق عليه اللوائح. وبعد كده حتى هاني وليد قال لهم انا الكلام ده كله ما ياكلش، في الكلام اللي قاله في حديثه للموقع الرسمي. اللي عايز حكام اجانب يديني قبلها باسبوعين،
عشان نقدر نمشي بالقوانين. بالظبط زي حكايه كل واحد بيحط لائحته، زي لائحه الجده الدوليه، اللعيبه تودي لعيبتها لانديتها امتى. كان اتحاد الكوره شايف ان هو اسبوعين حد ادنى ويسدد الفلوس، ومفيش حكام لا اتحاد ولا الرابطه هيدفعوا لهم فلوس. وبكده يعني يفترض انه الملف بتاع القمه 130 يكون اغلق، واعتقد انه اغلق، وان مساله التصعيد لن تتم، وانه سيتم التوقف عند هذا الحد، وانه النهارده يعني خلال الايام الجايه هيبقى المخرج ازاي ان الشكل يبقى لطيف. لان الزوبعه الكبيره دي يعني كل الناس افتت واتكلمت فيها، والناس تصحى الصبح بقى بتلاقي فرصه وتتكلم وتديها بقى وتفبرك وتقال حاجات كتيره جدا حصلت. اعتقد ان الوسط يعني اصيب بكركبه كبيره جدا جدا، بازمه. اذا كان في رغبه مستقبليه في وفاق، في اصلاح، في ورش عمل، في تفاهم، في تنسيق، في تناغم، فده بيبقى بقعده الناس تقعد مع بعضيها وتتكلم، مش بسياسه فرض الامر الواقع. شكرا لحضرتك.